في وقت كده بتبقى الدنيا مظلمة في وشك، حاسس ان انت اتخذلت من الدنيا. الناس اللي انت وثقت فيهم وحاربت عشانهم آه، خذلوكم، هم اول ناس باعوك. حاسس ان الدنيا ملهاش طعم، حاسس ان انت مش قادر حتى تعيش، حاسس ان انت مش واثق في نفسك، وهي دي اللي بتبقى الكارثة. ان انت مش قادر تثق في اختياراتك، مش قادر تثق في تفكيرك. بتحس ان انت خذلت نفسك، ودي اصعب مرحلة في الموضوع. فبتتوجع وتتأذي وتبقى حتى مش قادر، مش بس مش قادر تشتغل، انت ممكن تكون مش قادر تبلع اللقمة من الاحساس ده. انا بقوله لكم لانه اكيد مريت بيه ومريت بيه كتير كمان. آم، اللي بيحصل بعد فترة ان انت بعد ما تمر بالوجع ده بتفتكر ان انت كان ناقصك خبرات. هما دول بس جم عشان يعلموك خبرة، يعلموك ان مش كل الناس تستاهل حبك، مش كل الناس تستاهل قلبك، مش كل الناس ينفع معاهم حتى الخير. مش معنى كده ان انت تبقى شرير، بس آه، ممكن يكون كان لازم اتعلم اوقف الناس عند حدودها، كان لازم احط لهم حدود، كان لازم ما اتعلقش بيهم كده. هتعدي وهتقوم والموقف ده هيخلص، بس عشان تضمن ان هو ما يتكررش تاني لازم تقعد مع نفسك وتقول انا كان ناقصني ايه افهمه عشان ما اتحطش في الموقف ده. ما تبررش لنفسك، ما تلعبش دور الضحية. ممكن تكون فعلا اتأذيت، وممكن تكون وقعت في ناس مش كويسة خالص، ادعوا الفضيلة او مارسوا عليك نوع من انواع الابتزاز العاطفي ايا كان نوعه. بس اقعد اتعلم، ما تعممش، بس اتعلم، لان هم جم عشان يقولوا لك درس. كان معاكم دينا البكر.